السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله يا ربي تكونوا كلكم بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله فيديو جديد ووصفه جديده، وصفه رائعه، فطائر قمه الروعه، والاهم اقتصاديين وسهلين. ما غاديش نحتاجوا فيهم نهائيا لا حليب لا بيض ولا فرص، غير بالفينو غادي نحضروا اروع فطائر صحه للقطن. بقاو معايا نشوفوا المقادير والطريقه ديال التحضير. بسم الله. عندي هنا في المكونات واحد الخماره من فئه 8 غرام، شويه ديال الملحه، وعندي جوج زلايف ديال الفينو او السميد الناعم جدا، معلقه صغيره معلقه صغيره ديال السكر سنيده، ومعلقه كبيره ديال الخميره الفوريه، او ممكن انكم تستعملوها حبيبات او لا غادي تستعملوها معجونه. وغادي نحتاجو 3 ديال الزلايف ديال الماء دافي. كما كتلاحظوا هنا كناخذ الكاس ديال العصير كنزيد فيه جوج زلايف ديال الفينو، معلقة صغيرة ديال السكر سنيدة اللي ممكن انكم تعوضوه بالعسل. هنايا ضفت حتى الملحة والخمارة، كنضيفوا المكونات كلهم في مرة واحدة في الخلاط. وهنا غنضيف كذلك حتى الخميرة الفورية، وغادي نزيد 3 ديال الزلايف ديال الماء يكون دافي، وغادي نخلط المكونات كاملين. هنايا من الاحسن انكم تضيفوا الماء بالنسبة للمبتدئات، الماء هو الاول، عاد تبقاو تضيفوا الفينو غير باش يجيكم ساهل وما تحتاجوش تخلطوا. ولكن الا سبقتوا الفينو كما درت حتى انا راه ماشي مشكل، غتخلطوا غير بمعلقه، ونزيدوا الزلافه الثالثه ديال الماء. صافي هادشي اللي غادي نحتاجو في هاد الفطائر. غير غنخلطوهم مزيان غير باش كيسهل انه باش يدور الفينو، يدور الخليط مزيان ما يثقلش على حساب الخلاط. صافي وغادي نديرهم، غادي نطحنوهم مزيان حتى كيتجانسوا لينا المكونات كما غادي تلاحظوا معايا القوام ديالو. صراحة فطائر اللي غزالين بزاف وكيجيو رطبين وهشاشين، والاهم انهم سريعين واقتصاديين، يعني كنقلبوا على شي حاجه اللي تكون سهله وكذلك تكون اقتصاديه. هذا هو القوام ديالو عفوا من بعد ما تخلط مزيان. صافي هادشي اللي كنحتاجو في هاد الفطائر. غادي ندير هنايا الخليط في واحد الاناء، وغادي نغطي عليه واحد 10 دقائق فقط، ما نكثروش اكثر من القياس باش ما تخمر ليناش العجينه، لان دغيا كتخمر واخا راه الحال بارد. ولكن ما نخليوش يعني تفيض فيها الخميره اكثر من القياس، لاننا راه ما حدنا حنا كنطيبو والخليط راه كيزيد كيخمر. من الاحسن انكم 10 دقائق صافي. صافي كما شفتوا معايا غادي نغطيه هنايا غير بواحد الطبسيل، وغادي نخليه على جانب واحد 10 دقائق. هنا من بعد ما دازت 10 دقائق كما كتلاحظوا معايا القوام ديال الخليط صافي غيكون غير بحال هذا الشكل بركه. وغادي ندوزو باش غادي نطيبوه. الا خليتوه اكثر من القياس غادي يخمر لكم، وحتى هو كيطلع زوين وحتى هو كيكون ناجح، غير باش لانه ما يزيدش يخمر اكثر من القياس. هنا كناخذ واحد المقله اللي ما كتلصقش، كنديرها كتسخن، ومن بعد كنرشها شويه ديال الزيت، راه ما كنكثرش هنايا، ماشي شي كميه كبيره غير شويه صافي. وكندير هنايا القياس اللي بغيت، ممكن ديروهم صغارين او لا كبارين على حسب الرغبه ديالكم. هنايا راه درت فطائر اللي متوسطين ماشي صغارين بزاف وماشي كبارين اكثر من القياس، يعني راهم متوسطين وخرجوا تبارك الله كميه اللي كثيره بزاف. صافي هنا كنخليهم حتى كنحسوا بالتحت ديالهم يعني طاب. صافي وغادي نقلبوهم وكنحسوا بداك الفوق انه بدا كينشف. هنا راه كنعتذر ان الاضاءه مجهده بزاف وما كيبانش اللون ديالهم الحقيقي. صافي هنا من بعد ما كنحسوا بدوك الجوانب كينشفوا كنرشوا شويه واحد رشيشه خفيفه ديال الزيت وكنقلبهم. هنا راه محمره غير مع الاضاءه ما كتبانش نهائيا، ولكن راه مازال غادي نكحز لكم الكاميرا باش غادي تشوفوا اللون ديالهم. وكما شفتوا راه ما كيلصقوش نهائيا وسريعين دغيا كيوجدوا. غادي نبقى مستمرة بنفس الطريقة، غادي نبقى ندير الخليط وغادي نبقى نخليه حتى كيتحمر. صافي وكنحيدوها طريقة اللي هي ساهلة، غير هي الفطيرة اللي طابت راه كنديروها مباشرة، كنكونوا مفرشين ليها واحد المنديل وكنحطوها في منديل. ضروري اننا نديروها، ما نديروهاش مباشرة على الطبسيل باش ما تبقاش تعرق ليكم، لانها كتكون باقا سخونة وغادي تعرق ليكم باش ما تعجنش. صافي هنا راه درت الفطيرة الثانية بنفس الطريقة، يعني غير كنحيد الأولى كندهن برشيشة ديال الزيت صافي، وكندير الكمية ديال الخليط اللي بغيت وكنخليه حتى كنحس به تحمر من التحت وصافي، وكنحسو بداك الفوقاني بدا يشد راسو. كنرشو بنفس الطريقة شوية ديال الزيت وغادي نقلبها كما غادي تلاحظوا معايا، وغادي نبقى مستمرة عفوا بنفس الطريقة حتى غادي نكمل.
كما لاحظتوا معايا يعني الفطيرة اللي درتها كما قلت لكم راه مباشرة كنحطها في واحد المنديل اللي كيكون خاص بالكوزينة صافي، وكنخليهم هكا حتى غادي نكمل الكمية كلها اللي عندي وغادي نوجدوهم إن شاء الله بالصحة والراحة. هانتوما كتشوفوا معايا الطبق ديال الفطائر ديالنا اليوم غزالين وسريعين، والأهم كما قلت لكم جد اقتصاديين، ما فيهمش شي مكونات كتارين وسريعين دغيا كيوجدوا. وجدتهم هنايا قدمتهم مع كويس ديال اتاي، ومازال غادي ندهنهم كذلك حتى بالزبده والعسل. انا دوبت هنايا الزبده والعسل عفوا، غادي ندهنهم معكم. صراحة لذاذين بزاف وكيجيو فحال القطن. غير هنايا هانتوما كتشوفوا الإضاءة يعني ما مساعدانيش، أما اللون ديالو مباشرة كيجي رائع. هنايا كذلك واحد الطبيسيل درت الزبدة والعسل ودرت معاه شوية ديال الزعتر، اللي كيبغي الزعتر حتى هو كيعطيهم واحد المذاق زوين بزاف. صافي دهنت هنا واحد الكمية بالزبدة والعسل فيها الزعتر، وكمية أخرى درتهم غير بالزبدة والعسل، يعني كل واحد ياخد اللي كيبغي. ممكن تقدموهم مع اللي بغيتو، زيدوا حتى زيت الزيتون راه كيجيو لذيذ مع براد ديال اتاي في الفطور أولا في الكوتي. وكنقول لكم بالصحة والراحة لأنهم فعلًا كيستحقوا التجربة. وهانتوما غنقطع معاكم وحدة وتشوفوهم كي كيجيو ما شاء الله مهبرين، وإلا جربتوهم راكم ما غتستغناوش عليهم، لأنهم ساهلين كما قلت لكم دغيا كيوجدوا، ما كيقبطوش نهائيًا معنا شي وقت طويل، وكينجحوا من أول تجربة. كنقول لكم شكرًا لكم بزاف لمتابعة الفيديو، واللي أول مرة كيشوف القناة ديالي وعجبو المحتوى اللي كنقدم كنتمنى أنه يشترك في القناة ويفعل الجرس باش يوصلو كل جديد. وما تنساو ليا الجيم وكذلك واحد التعليق اللي كيفرحني، وكذلك البارطاج مع العائلة والأصدقاء. وكنقول لكم شكرًا لكم بزاف. خليتكم على خير إلى فيديو وصفة جديدة إن شاء الله.